حبايبي الحلوين، اخباركم ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. لايك واكسبلور بقى وشجعونا عشان القناه تكبر. انتوا عارفين ان احنا لسه في بدايه القناه. ان شاء الله ان هنعمل مع بعض النهارده احلى بسبوسه. بصوا، ما اقولكوش طعم ولون وريحه بالسمنه البلدي ومرمله. انت بصي الفيديو بيتكلم عن نفسه، هي نفسها بتتكلم. انا بص كنت لسه بعملها بس كانت طريه شويه. هي بتشد عامه عشان كنت لسه ساقياها من الشربات. بس اقسم بالله العظيم لو مشيتي على التجربه وعلى ثقه وعلى كلام هتشوفي طعم. بصي لون وطعم وحاجه ما اقولكوش. مش هتاخد منك مجهود ولا اي حاجه خالص. باقل بص انا ما اشتريتش حاجه من بره، كل حاجه موجوده في البيت. بسبوسه ولا بيكنج باودر ولا اي ولا دقيق ولا اي حاجه. بسبوسه بالسمنه البلدي مرمله، لون ذهبي، طعم تحفه. ان شاء الله هتعجبكم. بس لايك واكسبلور وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا اللون، بصوا الطعم، حتى الترميله بتاعتها زهره طريه مرمله. حتى بصوا يعني كانت مرمله وطريه في نفس الوقت، وطعمها جميل والسكر بتاعها مظبوط. طعمها خرافي يا بنات. يلا هنبدا بقى مع بعض في المقادير. معايا نص كيلو سميد البسبوسه. بصوا ولا يكون خشن ولا يكون ناعم، متوسط. تمام. تشتريه من اي بقاله عندك، من اي هايبر، من اي مكان يعني فيه يكون مضمون ويكون نوعيه كويسه. واحط كمان 3 معالق جوز الهند. برضو جوز الهند ما تكونش خشنه ولا ناعمه، متوسطه. برضو النهارده المقادير بتاعتنا في الوسط. نص كيلو سميد ومتوسط، لا ناعم ولا خشن. وكمان 3 معالق من جوز الهند متوسطه برضو. وذره فانيليا. طبعا لما كان عندي، لو عندك باكو اللي هو الباكت ده حطي الباكت كامل. انا كان عندي لان دي خام فحطيت اللي هو ايه 3 4 نقط اللي كانوا موجودين. وذره ملح بسيطه علشان تعزز الطعم معاكي. تمام. هتقلبي المقادير الجافه كده مع بعض. تمام. وهحط كمان يا حبيبه قلبي كوبايه الا ربع. بصي هي كوبايه الا ربع سمنه. السمنه دي سمنه بلدي انا عاملاها في البيت، ان شاء الله هعملها معاكم على القناه. تحفه يا بنات، سمنه بلدي بقري. تمام. دي بقري انا عاملاها بسمنه بلدي صوفي، ما حطيش ولا سمنه. عايزه تعمليها بزبده وسمنه عادي، عايزه تعمليها بسمنه بلدي عادي، عايزه تعمليها بسمنه اي نوع سمنه عندك اعمليها. بس انا بحب البسبوسه بالسمنه البلدي لان ريحتها وطعمها بيبقى خرافه. هنا بقى ايه هتبسي. بصي معلش عفوا يعني انا ايديا غسلاها. انت عايزه تشتغلي بقى إيه هتقولي يع ومش يع إيه براحتك. دي ايدي وده بيتي وده حياتي. هتقولي التصوير ومش التصوير. يا جماعه انا والله بلبس جوانتيات وبشتغل بيها بس مش برتاح فيها، بتنزل من ايدي. مش عارفه، ما بحسش يعني. لازم ملمس ايدي يكون بيلمس الحاجه، معرفش ليه. بس ان شاء الله لو انتم منزعجين هحاول برضو لان بلبس كذا نوع جوانتي بتقطع مني اثناء الشغل، فانا بحب اشتغل بايدي. بصي انت بتبسي العجينه بسيها كويس بحيث اللي عندك البسبوسه دي، البسبوسه السميد ده يتشرب كل السمنه عندك. دي اهم حاجه، دي اهم نقطه عندك. ليه بقى؟ احنا لان بعد كده ما نحط السوائل مش هنبس يعني، يا دوب كده حاجات بسيطه. هنا بقى معايا كوبايه كبيره من السكر. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الكراميل بتاع البسبوسه. هتحط هنا يا حبيبه قلبي كوبايه سكر كامله وتسيبيها تهدي عليها النار. بس اول ما تاخد لون من على الاطراف تحاولي بقى تقلبي، بس تقلبي لجوه ما تقلبيش لبره. قلبي السكر بتاعك لجوه اهو. بصي بنفس الطريقه اللي انا بقلب بيها دي لحد ما يسيح منك خالص. ده احنا هنكرمل السكر علشان ننزل بيه على السميد. علشان يدي البسبوسه بتاعتك لون ويخليها طعمها بصوا في حتة تانية. اقسم بالله العظيم انا عملت البسبوسه بكذا طريقه بس الطريقه دي عجبت جوزي جدا فوق الخيال. قال لي ما عنتش ان هو بيشتري حلويات، مش ما عنتش هشتريها، اعملها لي بنفس الطريقه دي. تمام. السمنه البلدي وطريقه السكر المكرمل مخليني البسبوسه بتاعتي في حته تانية خالص. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات وتقولوا لي بقى بتتابعوني من اي بلد. وحبيبه قلبك عشان خاطر بصي يعني اللايك، ما تنسيش اللايك يا حبيبه قلبي لان كتير بيشاهدوا الفيديو وبينسوا اللايك. تمام. هنا كده انا دخلت كل السكر كده من الجوانب. بصوا هو بيتلون معايا اهو. ما حاولي انت تهدي برضو النار علشان مش يسود منك.
ويبقى لونه غامق كده. هو ساح معايا خالص وكله عاد بقى لون واحد. بحط ربع كوبايه ميه. بصوا ما تخافوش، هو هيعمل معاكم كده بسرعه وهيتجمد وبتاع، بس هيفك ان شاء الله مع الحراره. دي كده ربع كوبايه ميه يا بنات، وكوبايه الا ربع لبن. يعني يعتبر هو كوبايه، 3/4 كوبايه لبن والربع الاول ميه، يعني ربع ميه و3/4 لبن. وهتنزلي بيها على السكر كده وتقعدي تقلبي على نار هاديه. يا ريت يا حبيبه قلبي على نار هاديه علشان يتكرمل، يعني السكر اللي معاكي يدوب. ان شاء الله هيدوب، ما تخافيش. تمام، كل ده هيدوب مع التقليب مع الحراره. كل ده هيدوب معاكي ويدي لون جميل كده تحفه هنشتغل بيه البسبوسه. تمام. قولوا لي بقى يعني انتوا الحبايب المتابعين، عشان انا لسه جديده على القناه ديت، انتوا عارفين ان انا ليا قناه تانية. قولوا لي يعني انزل لكم الفيديوهات الساعه كام. اعذروني بقى، انتوا عارفين لسه جديده وكده، يعني الافضل انكم تشاهدوا الفيديوهات الساعه كام. هنا يا حبيبه قلبي بصي زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تاخد لون معايا خفيف كده. هقعد اقلب لحد ما يسيح خالص. وبصوا تهدوا النار علشان السوائل ما تتبخرش، لان احنا محتاجين السوائل دي للبسبوسه. كده خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه وكمان السمك اللي انا عايزاه. باخدها كده يا حبيبه قلبي وانزل بيها على على السميد بتاع البسبوسه. شايفين اللون؟ لا يعني لا. بصوا هو متوسط، لا سميك قوي ولا سايب قوي. بصوا معلش بقى اعذروني. نسيت اقول لكم كمان، عشان تحطوا الكراميل ده يا بنات لازم تحطوه بارد، ما ينفعش نشتغل بيه وهو سخن. اعذروني ان انا بشتغل بايديا، معلش. ممكن حد ينتقدني وكده، معلش يا حبيبه قلبي، انا اللي هاكله انا وعيالي. انا نضيفه والحمد لله. تمام. بس لو حاجه يعني الموضوع بيزعجكوا جامد، ان شاء الله البس جوانتي بس. والله العظيم انا جايبه جوانتيات وبلبسها، بس للاسف ما بعرفش اشتغل بيها، بتتفتح الصابع بتاعتها بتتفتح مني. احاول ان شاء الله اجيب النوعيه التانية اللي هي الطبيه ديت واشتغل بيها باذن الله، غير اللي هي الاكياس الجوانتيات الاكياس دي. بصوا تحفه يا بنات. انا هحطها كده على جنب. تمام. وهتجيبي صينيه مقاس، بصوا ديت اللي هي الوسط بتدهنيها سمنه برضو كامله، تدهني الصينيه سمنه كويس، يغطيها كويس بالسمنه، وتنزلي بالسميد بتاعك او البسبوسه بتاعتك. بصوا عجينه البسبوسه يا بنات ولا تكون ناشفه قوي ولا تكون، اهم حاجه بقى في الطريقه دي لما نزلنا بالكراميل ما تعجنيش يا بنات كتير، لان انت لو عجنتي كتير السميد هيشرب السوائل وهتبقى جابسه قوي. احنا اهم حاجه الاول كنا مرملين، بسينا السميد بالسمنه، دي اهم حاجه اهم المرحله. لكن لما تحط السوائل الكراميل بتاعها يا بنات ما تبسوش كتير، يا دوب بس بتغلغلي بس كده بصوابع ايدك بحيث العجينه ما تنشفش منك. شوفوها مش ناشفه معايا خالص. كان عندي لوز و اسمه ايه؟ قولوا معايا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله انا نسيت اسمه يا بنات، قولوا معايا تاني. ده اللي مع اللوز اسمه ايه؟ ده انا باكله كل يوم. لا حول ولا قوه الا بالله. افتكروا يا جماعه، قولوا لي في الكومنتات. اقسم بالله انا نسيت اسمه. لوز وكاجو. كاجو يا جماعه. شوف الحمد لله ربنا مذكرني يا رب. ده كاجو ولوز كانوا عندي في البيت، احنا بنجيب يعني الحمد لله. ابص صينيه لذيذه وجميله. هتولعي الفرن بتاعك على 180 درجه او 150، يكون نار عاليه شويه. هتحطي الصينيه في الرف الوسطاني. هنحطها بقى تستوي مع نفسها. تعرفي امتى بتستوي يا مرقه؟ لما الاطراف بتاعه الصينيه تحمر معاكي. ممكن الفرن بتاعك يسويها وممكن الفرن ما يسويهاش، يعني تضطري تشغلي الشوايه من فوق. تمام. انا هنا معايا حبيبه قلبي هنعمل الشربات بتاعها. كوبايه ونص سكر وكوبايتين ميه. كوبايه ونص سكر وكوبايه، ما تقلبيش السكر خالص علشان المحلول بتاع الشربات بتاعك ما يطلعش مسكر. سيبي السكر لما يدوب. لو احنا قلبناه في المرحله الاولى ده الشربات بتاعك هيبقى مسكر قوي، مش هتستحملي سكاره البسبوسه بتاعتك. واول ما يغلي كده يا حبيبه قلبي هتنزلي بنص ليمونه. ولو عندك فانيليا بتحط برضو ذره فانيليا صغيره او باكت فانيليا صغير، برضو بيخلي الشربات ريحته جميله قوي. تمام. كده احنا هنا وصلنا لهنا. كانت استوت يا حبيبه قلبي. انا ما شغلتش عليها شوايه ولا حاجه، الفرن بتاعي لله الحمد بيسويها من فوق وتحت الحمد لله.
وهتنزلي بالشربات. بس في حاجه انا عملتها هنا يا بنات، هي بقى من نجاح البسبوسه بتاعتك انها تشرب الشربات بتاعك بسرعه. هنا انا يعني ايه، حطيت الشربات كله دفعه واحده. حتى بصوا لما انا حطيت كان الشربات سخن، وهي كده كده لازم الشربات يكون سخن والبسبوسه تكون سخنه. طلعت الكاجو والمكسرات بتاعتي من مكانها، فانا عدتها تاني. بصوا بقى بعد ما شربت، بعد كده بتغطيها بالصينيه بتاعتك. لما البسبوسه تشرب الشربات بصوا طريه، بصوا بحيث ان ايدي بتطبع فيها. معنى انها شربت، من سر نجاح البسبوسه انها تشرب الشربات بتاعك. شربته وطبعت فيه. معلش انا هنا ما عملتش بالسكينه. بصوا يعني لما تطبع في ايدك كده، تحط ايدك تحس انها مستطريه كده، يبقى خلاص هي كده شربت الشربات بتاعها. بصوا كانت دايبه دوب كده يا بنات في البق، مرمله ودايبه. يعني عارفين يعني ايه مرمله ودايبه؟ تحفه تحفه والله، ما هتندمي. بس امشي بالخطوات وهتعملي احلى بسبوسه. واحلى ما اقولكوش بقى، احلى بسبوسه نجحت معايا والله العظيم يا بنات، في اللون والطعم. كان قبل كده من فتره كنت عملت بسبوسه بالزبادي، بس كانت تحفه برضو. دي تاني مرة اعمل بسبوسة. دايما يعني من الناس اللي بيفشل معاهم البسبوسة، بس المرة دي ناجحة معايا جدا والله، اقسم بالله وعن تجربة. جربوها بنفس الخطوات وهتدعولي، وهتقولي ايه البسبوسة الجميلة دي يا ام رؤى. طعم والسكرة بتاعتها مظبطة خالص، وجميلة جميلة جميلة فوق ما تتخيلوا. بصوا اللون، لون جميل لونها والله، واطعم وانضف من اللي بره. انا نفسي يعني كنت عامله رجيم، بس اكلت يعني اكلت كتير منها لانها عجبتني جدا، وعجبت جوزي جدا جدا فوق الخيال. هو بيحب البسبوسه جدا، واتبسطت انها عجبته وقال لي اعملها لي بنفس الطريقه كده على طول. يلا يا حبيبه قلبي، ما تنسيش اللايك والاكسبلور، وتدعموني كده ان شاء الله عشان الفيديوهات بتكبر بيكم كده باذن الله. لايك واكسبلور بقى، واستنوني في فيديو جديد وروتين جديد وطبخه جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.